يعود الحشد الشعبي إلى الواجهة، هذه المرة بغيابه عن الساحة، أو على الأقل تراجعه الملحوظ في معركة الأنبار. الحشد الشعبي الذي شهدت مشاركته مع قوات الجيش العراقي لغطا كبيرا طالت اتهامه بارتكاب انتهاكات في مناطق القتال، بات غيابه لغزا. ورغم أن قيادات الحشد تتحدث عن معارك طاحنة يخوضها عناصره، إلا أن المعطيات العسكرية تقول إن بغداد دخلت في حرب استنزاف طويلة، وأن الخسائر تلحق بمجملها بالجيش لا بالحشد. بغداد التي راهنت على الحشد في معركة الأنبار يبدو أن آن لها أن تعترف بخسارة الرهان. قادة يتقدمون الصفوف ويضحون ويستشهدون من أجل الدفاع عن الوطن ومن أجل الدفاع عن المواطنين جميعا ومن أجل قهر الإرهاب ودحر الإرهاب، وإن شاء الله لا مكان لهؤلاء. ويقول الخبراء العسكريون إن المعارك صعبة بسبب التضاريس الوعرة، لكن الحساسيات الطائفية والتوترات السياسية تقف في صف تنظيم داعش. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يخوض حربا على الفساد، ما قد تؤثر هذه الحرب السياسية على الحرب العسكرية، خاصة وأن الحشد الشعبي هو خليط من مقاتلين جمعتهم المعركة، لكنهم ينتمون لتنظيمات مختلفة ومرجعياتهم متعددة. وتبقى للحشد الشعبي روايته. أكثر شيء يستخدمون القنص يستخدمونه، بالإضافة للبيوت المفخخة، يعني المفخخة مخلينها كصدنار، البيت مفخخ كصدنار، يعني البيت فخخة إذا صارت عليه مداهمات ينسحب عنه، يعني تركه مفخخ وينسحب عنه، وأكثر شيء هم يستخدمون القنص. يعني مقاتلو الحشد يقولون إن تضحياتهم تذهب سدى، فهم حين يحررون أرضا ويسلمونها إلى الشرطة الاتحادية يعود تنظيم الدولة لاحتلالها من جديد، وكذلك بسبب تعاون بعض عناصر الشرطة مع داعش بحسب الحشد الشعبي. وفي النهاية تعترف قيادات الحشد بأن معركة الأنبار كبدت الحشد خسائر كبيرة في أعداد المقاتلين، كما تعترف القيادات ضمنيا بيأسها من تحقيق انتصار قريب وعكوفها عن الاستبسال في الدفاع عن أرض يتعاطف بعض أهلها مع عدوهم تنظيم الدولة.